السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. بحب اشكر كل اللي بيدعمني باي شكل من الاشكال، سواء بيعمل لي لايك على الفيديو او بتعليق فيه كلمه طيبه او باشتراكه في القناه، لان كل ده بيساعدني ان انا استمر واقدم محتوى مفيد وعندي تجربه بفضل الله. لو عجبك الفيديو وحابب تعمل مشاركه للفيديو عشان الكل يبدا يتابعه ويشاهده والكل يستفيد، جزاك الله خير. هنتكلم كلمتين مهمين قبل ما نخش في موضوع الفيديو، وهي لازم غاوي الحمام يبقى فاهم في تقليب الحمام كله، لان ده هيساعدك كتير ان انت تكون غاوي تقيل وعقر في الغية، لان الغية او غاوي الحمام ما بيندرجش تحت ان هو بيفهم في باب او اتنين او تلاتة، لا، هو بيفهم في الحمام كله كويس جدا، بس بيربي هنقول مثلا الباب او البابين اللي بيحبهم او اللي عايز يطور فيهم او اللي مادياته ما تسمحش ان هو ما يربيش غير باب او اتنين ويركز فيهم ويوصل لحاجه كويسه. طبعا في ظروف طبعا غلو كل حاجه، سواء غلو في الكلفه او في الادويه او كل اللي بيحتاجوا مربي الحمام لحمامه او لطيره. من هنا هبدأ أقول لك كمان الحمام غالي. في واحد هيقول لي الدنيا كلها بتصفي، الدنيا كلها مش عايزة تربي حمام. طيب الكلام ده كلام مش كله صح. اللي بيصفي دلوقتي بيصفي الحمام الشعبي، اللي بيصفي خلينا نبقى واضحين وواقعين مع بعض، اللي بيصفي الحمام الشعبي أو الحمام اللي مش منتج عنده أو الحمام اللي مستواه قليل. فطبعا النهارده ده وقت ان اي غاوي يبقى خلاص يفكر ان هو يدخل حمامه قويه ويفرخها. وعايز اقول لك حاجه، ذكر على انتيتين عند غاوي بيفهم في مراحل فرخ الحمام بفضل الله يقدر يعمل مجموعة كويسة من الذكر والنتايتين دول، يعني مش بكمية الحمام أو بقوة الحمام زي ما احنا فاكرين أو زي ما بعض الغواة عندها المفهوم ده، وده طبعا مفهوم غلط. ممكن بذكر على نتايتين يعملوا لك مجموعة كويسة من الحمام طالما اقتنيت ذكر فريق كويس، تمام، من عند غاوي عنده دم كويس، تمام، وشغال على الباب ده او النوع اللي انت هتروح تجيب منه ده شغال عليه كويس وبيعرف يلقي الحمام كويس وبيعرف ينتج منه وبيعرف يغير دم في الوقت المناسب. انت بتاخد منه الذكر ده بفضل الله وتحاول تاخد منه نتايه وتشوف حد تاني عنده نتايه تانيه لتغيير الدم وبعد الحمام عن بعضه، لان ده هيفيدك كتير. او اللي ناقص عند الغاوي اللي انت هتشتري منه ده هتكمله من عند غاوي تاني. يعني في الاول وفي الاخر هيبقى شغلك شغل تكميلي، لان برضك عايز افهمك حاجه، الحمامه تمام الكامله والكمال لله وحده مش هتطلع بربع ثمنها ولا بنص ثمنها، لان الغاوي تمام مش هتخسره. الحمامه الغاليه مش هتخسر الغاوي في حاجه، لان اول حاجه هفهمك حته ان هو خدمته وكلفته وادويته اللي بيقدمها للحماميه الغاليه دي مش هتخسره، لان هي حماميه ذو قيمه عاليه وذو سعر عالي ومطلوبه برضك ومتداوله بين الغواه اللي حابه تدخل حمام جامد. طيب فمن الصعب ان هو تمام يقلل في ثمنها، ولو قلل في ثمنها فبيبقى حاجه رمزيه زي ما انت مش فاكر، زي ما انت متخيل. لا، مفيش حد هيبيع حمام مواصفات كويسه ومنتج وبيفرخ كويس هيبيعه بربع الثمن او بنص الثمن. من الاخر يا جماعه عشان نبقى واضحين، تمام، اللي بيطلع حاجه فيها مواصفات كويسه وحمامه بتفرخ بيمسك فيها سعر، ولو قلل بيقلل حاجات رمزيه، عشان بس مفهوم الناس ليه الحمام بيوصل تمام للاسعار دي، وليه الناس طالبه الاسعار دي، وليه الناس تمام بتحط في الحمام تمام الاسعار دي. لا، حمام عن حمام يفرق. الحمام لو بالشكل تمام، فلو انت هتيجي تبص بعينيك فالحمام الوانه كلها قريبه من بعض، لكن في حمام تمام حاجه اسمها مواصفات وتكوين ونمر، وكل ده تمام لما بتعرفه بتقدر انت تميز الطير اللي انت بتشتريه او اللي انت بتدخله جوه عندك. يعني الحمام كله مش بالشبه
تمام ولا بالالوان. لا، الحمام ليه نمر من اول العظم تمام لحد ضافر الرجل. وخلي بالك بقولها لك وباكدها لك، نمر اي حمامه او اي نوع او اي باب من اول تمام عظمه لحد ضافر رجله ليها مواصفات وليها تكوين وليها شكل وليها لون وليها حجم تمام معين. وده اللي بيميزها تمام عن الحمامية اللي في نفس نوعها، ان هي تبقى مميزة في تكوينها ومواصفاتها ونمرها. طيب اختصارا للفيديو ووقت حضراتكم برضك، النهارده هنتكلم عن الحمام الشامي. وطبعا متابعينا ومشاهدينا اللي متابعينا هيعرفوا ان انا اتكلمت في الحمام الشامي في طبعا الحلبي، والحلبي بيندرج لحلبي اصفر وحلبي احمر والعبسي الاسمر. العبسي الاسمر ده هو العبسي الاسود تمام. طبعا العبسي ملوش اي لون تاني، هو عبسي اسود. في بقى في الكركندي، والكركندي تمام اللي احنا النهارده هنتكلم في تقليبه وهنتكلم في مواصفاته ونمره وتكوينه وكل ما يخص الحمامية دي، سواء فرخها او التعامل معاها او تكوينها او شكلها او اسعارها. فحب اقول لك تمام ان الحمامية دي الكركندي بتندرج تحت لونين، اللون الازرق النيلي واللون السيلفر تمام، او بعض الغواة تمام، لان المصطلحات بتختلف من كل تمام محافظه عن محافظه تمام. كل غاوي تمام من محافظه بيبقى ليه مسميات ومصطلحات بيسميها للانواع والالوان اللي عنده، او الطحين او السلافر تمام. النهارده الحماميه دي في الاول دي حماميه مظلومه وسط الغواة. ليه مظلومه وسط الغواة؟ اول حاجه مش كتير بيربيها، مش كتير بيربي الحمام الشامي. ليه؟ لان الناس باصه على الحمام اللي هو حمام غزار بس، وطبعا ده مفهوم غلط يا جماعه. الحمام حمام او الغيه جميع انواع الحمام تمام. انت بتميل لنوع او باب او اي حمامايه انت بتربيها، دي حاجه ترجع لك ودي حريه شخصيه. بس انت لازم تفهم في الحمام كله عشان تعرف انت بتقول ايه تمام وماشي ازاي في الغايه دي. لان انا شايف في الفتره الاخيره الناس بتتكلم ان الحمام الشامي اكتر حمامايه بتوصل فيه ثمنها ب 100 جنيه و150 جنيه. طبعا الكلام ده غلط. في حمام يا جماعه بيوصل الحته فيه ب 1500 و2000 جنيه. واحد هيقول لي انا ادفع في حمامية شامي 1000 أو 1500 أو 2000؟ لا، أنا أروح أجري أجيب حمام غزار، سواء أبلة أو سواء غزارة حمر أو مرقعات أو صافي. فطبعا ده مفهوم غلط، لأن طبعا الحمامية اللي بتحط فيها الرقم 100 أو 1000 ال1000 أو 1500 أو ال2000 فحمامية مش متداولة كتير عند غواة الشام، تبقى حمام طفرات. وهقول لك دلوقتي ايه اللي بيميز تمام، بيميز الحمامية دي تمام اللي هي تكوينها عالي عن الحمام الشعبي في نفس نوعها وفي نفس ايه الفصيلة بتاعتها. مبدئيا كده اي تكوين حمامية عشان تبقى عارف بتمشي بيه او عينك بتروح بيه على الحمامية من اول العظم لحد ضفر الرجل. والنهارده هنمسك تمام فرد حمام كركندي تمام عملي عشان اقول لك تقليبه ومواصفاته وتكوينه ونمره. اول حاجه يا جماعه حمامية بتتميز بالطول. اول حاجه حمامية بتتميز بالطول. في منها لونين، منها اللون تمام السيلفر او الطحيني اللي في بعض الغواة بيطلق عليه اللون ده، وفي منه الازرق نيلي، وفي منه الجته الغامقه قوي. بس لما لون فرد الحمام بيجي جته غامقه قوي فده بيبقى يعتبر تمام 60 او 70% بيدخلوا العبسي الاسود تمام او العبس الاسمر على الكركندي عشان يتقلوا ديله. طيب وبرضك بيبان بقى ايه؟ بيبان غمقان جته فرد الحمام. بتلاقي فرد الحمام تحس ان هو غامق قوي. طيب احنا النهارده معانا فرد حمام هنشرح عليه عملي بفضل الله، وهنعرف تكوين الحمام الشامي. وانت بعد تمام مشاهدتك للفيديو ده هتقدر تميز تمام وتعرف ان
في حمام في الباب ده او النوع ده او الفصيله دي حمام شعبي وفي حمام بيور. طبعا الحمام بيور يا جماعه عشان توصل له طبعا بيحتاج حاجات كتير. اول حاجه بيحتاج ماديات، ثاني قبل الماديات بيحتاج ان انت يبقى عندك معرفه ودرايه بالمواصفات الباب، صح، اللي هي مواصفات البيور او المواصفات القياسيه. وده خلاص ده بيرجع لكتر طبعا احتكاكك بالغواء الباب دي ومعرفتك النمر والمواصفات القياسيه، زائد نزولك وفرجتك على الحمام من نفس النوع او نفس الباب او نفس الفصيله. فده طبعا بيساعدك كتير ان انت بعد كده تقدر تميز بين الحمامية الشعبي والحمامية البيور. طيب، والحمامية البيور بتحتاج وقت كبير زي ما انا قلت لك، غير ان انت لازم برضك بيكون عندك حتة فراسة في مراحل نمو فرخ الحمام. يعني الموضوع مش سهل ولا حاجة زي ما بعض الناس فاكرة وبقول لك ان الحمام الشامي دي حمامية سهلة في فرخها او حمامية، لا، عشان بس نبقى واضحين مع بعض. اي حمامية في الدنيا او اي نوع او اي باب او اي فصيلة انت هتخش فيه عشان يبقى عندك حتة ان انت توصل بمستوى عالي في الباب ده او النوع ده او في الفصيلة دي، فده بيحتاج طبعا جهد وصبر وماديات. فكل ده طبعا بيدل على ايه؟ على صعوبة ان انت توصل لمستوى كويس في اي باب. فهي في الاول وفي الاخر مفيش حمامية سهلة في فرخها، مفيش حمامية في يوم وليلة هتوصل في مستوى قوي، مش في يوم وليلة. حتى لو انت دخلت بمادياتك زي ما انت فاكر هتلم حمام من عند الناس الجامدة وتفرخه، فدي برضك ما تفتكرهاش بمادياتك بس، لا، دي لازم تحتاج ويكون عندك خبرات في الحمام وفي الباب او النوع اللي انت هتربيه، لان انت يعتبر بتكتسب كل مدى ما بتربيه مده اطول كل ما بتكتسب ايه حاجات منه. ليه؟ طبعا ليه مراعاتك ليه وقعدتك في وسط الحمام هتعلمك حاجات كتير. من هنا هبدا اقول لك تمام ان فرد الحمام لازم يكون عظمه تمام مسمسم. يعني ايه عظمه مسمسم؟ يعني ما يجيش عظم تمام مصدر لقدام كده زي عظم الايه الرماد او عظم الكريزليات، تمام، يبقى عظمه مسمسم ورفيع، وكل ما قصر هنقول عليه بلومي، كل ما قصر بيبقى كويس، طبعا بيديه جمال. زائد طبعا الدماغ من هنا يا جماعه، طبعا الدماغ دي احنا بنسميها قوره. القوره دي او الهد العالي، القوره دي او الهد العالي تمام لازم يجي تمام بعلو كده. كل ما جه بعلو وطالع تمام باستداره ونازل على ما فيش، فرد حمام دماغه مستديره، ده بيدل طبعا ان فرد الحمام من الحمام طبعا اللي مستواه كويس او اهاليه او سكته سكه حمام قوي. طيب، في نفس الوقت ما يكونش هنا في مطبات ولا في نقر ولا في بطحه من ورا اللي هي السنه من ورا دي، طبعا دماغه بتبقى دماغ مستديره، طبعا مع سمسمه عظمه او عظمه القصير اللي هو عظم البلومي ورفعه، ده بيدي جمال لفرد الحمام. فرد الحمام جفنه بيبقى رقيق خالص. جفن الحمام الشامي اللي هو دلوقتي الكراكندي او اي حماميه شامي بيبقى جفنها رقيق خالص، تمام، بيبقى زي عقد السيجاره كده، تمام، او ورقه السيجاره، بيبقى ايه؟ بيبقى خفيف او ناعم خالص. هنيجي في الضريبه هنا يا جماعه تمام، بتبقى طبعا احنا معروف النني بيبقى اسود، معروف في اي حمامه في الدنيا النني بتاعها اسود. هنيجي طبعا في اللون السائد تمام بتاع الدرب العين بيبقى لونه ملحي او ابيض تمام زي بعضه هو ما بتطلق عليه. هنيجي برضك في حته برضك ايه تكه لازم تعرفها وخلي بالك منها. فرد الحمام ما يجيش من قدام في دماغه مزحلقه او دماغه ايه واطيه كده، تمام، تحس ان دماغه مستطيله، لا، فرد الحمام لازم يجي تمام بدماغ تمام بهد عالي او بقوره عاليه مع استداره في الدماغ بدون وجود مطبات او نقر او سنه من ورا او بطحه من ورا، تمام. فرد الحمام الجده بتاعته تمام اللي هي اللون الارضيه بتاعت فرد الحمام بيبقى ازرق نيلي، ده بالنسبه للازرق بيبقى ازرق نيلي. كل ما افتح
لون جتة فرد الحمام كل ما كان احسن واحلى وادى تمام شكل لفرد الحمام. هنيجي طبعا في حته الطول. فرد الحمام فرد طويل ويمتاز بالطول. طيب هنيجي في الديل، وهنا طبعا الديل تمام ليه مصطلحات كتير. الديل في ناس بتقول عليه ديل مروحه، وفي ناس بتقول عليه ديل هزاز، وفي ناس بتقول عليه، انا بقول لك التشبيه عند بعضه هو، وفي ناس تقول لك عليه ديل مسيف، وفي ناس تقول لك عليه ديل مقلم. طبعا الغوايه الحريفه هي العقر تمام اللي ماسكه الباب ده، اللي هم نزلوا معارض وفاهمين المواصفات القياسيه والنموذجيه للحمام الشامي، احنا بنقول عليه ديل مسيف او ديل مقلم. طيب في حاجة لازم برضك تعرفها في الديل. الديل هنا يا جماعة بيبقى كله ديل تمام باللون الأبيض. ديل باللون الأبيض ما ينفعش يجي فيه إيه؟ أنا بكلمك عن المواصفات الجامدة، المواصفات القياسية، مواصفات البيور في الحمامة معايا. لازم الديل هنا يجي تمام ديل كله أبيض، الريش الديل كله أبيض. وهجي لك برضك هقول لك يعني إيه ديل مخوص او تخويص تمام، وهقول لك يعني ايه ديل قلاجه، هجي لك واحده واحده. لازم يكونوا ديل طبعا ابيض، طبعا موجود طبعا ايه ديل الريش الابيض ده تمام بيبقى موجود في الديل. في حاجه برضك في ريش الديل لازم تعرفها. ريش الديل كل ما طول، يعني فرد الحمام طويل اهو، ما يجيش فرد الحمام الجته بتاعته تمام الجثمان بتاعه يكون طويل، واجي مثلا ديله الاقي ايه ريشته قد كده، لا يعيبه. لازم يبقى في نسبه وتناسب. يعني مثلا لو الجته مثلا 30 سم، يبقى الديل يبقى من 15 ل 17 ل 20 سم، بيديله جمال طبعا، لان الديل ده تمام بيدي هيئه وشكل وتكوين رهيب لفرد الحمام، ويبقى فرد حمام شكله جمالي طبعا، وده بيميزه كتير. يبقى الديل هنا تمام لازم الريشه تكون نسبه وتناسب بين جته فرد الحمام. ما يجيش فرد حمام طويل وانت والديل فرد الحمام تمام طوله مثلا قصير، لا اللي يبقى في نسبه وتناسب. يعني الديل مثلا، يعني الجته مثلا لو 30 سم، يبقى ريش الديل من 15 ل 17 ل 20 سم. طيب هنيجي برضك في حته الديل، في حته ريش الديل. ريش الديل لازم يكون عريض. كل ما كان ريش فرد الحمام عريض اللي في الديل كل بيميزه جمال. طيب هنيجي هنا تمام في حته التقليم او حته التسييف. مطلوب هو بيديله شكل جمال، بس خلينا نبقى صراحه. لو فرد حمام ديله مقلم، فرد حمام ديله مقلم او مسيف، بس عدد ريشه قليل وريشه رفيع، لا ما يدوش جمال. طب لو فرد حمام ديله تمام مثلا 20 او 25 ريشه مثلا، والديل تمام عرض ريش الديل عريض قوي تمام، ده يديله ايه؟ يديله جمال. طيب هنيجي برضك حته الديل ده قصه يا جماعه عشان نبقى فاهمين. طب انا كغاوي حمام تمام، كغاوي حمام وعايز امسك الباب ده، لو لقيت فرد حمام مثلا تكوينه كويس وكل حاجه، بس ديله قصير، اقدر اطلع منه ان انا بعمل له حاجه اسمها لقو تكميلي. يعني التزاوج تكميلي، بيبقى الناقص في الذكر ده او في الناقص في النتايه دي بلاقيه بحاول اعوضه من النتايه او الذكر. يبقى كده ايه كده احنا ماشيين واحده واحده. طيب هنيجي برضك في حته برضك مهمه في الديل. الديل يا جماعه زي ما انتم شايفين تمام، كل ما كان طويل تمام، كل ما كان الديل طويل تمام بيبقى طبعا بيديله ايه؟ بيديله جمال. في حاجه تانية طبعا بيبقى هنا احنا بنقول عليها ايه؟ السيبيا، او بعض الغواة بيقولوا عليها مغرفه، او بعض الغواة بيقولوا عليها محاره، او بعض الغواة بيقولوا عليها سمكه تمام. دي بتبقى ايه؟ بتبقى تحت الديل كده زي ما انتم شايفين، بتبقى ايه؟ بسم الله ما شاء الله، بتبقى مقفوله. وطبعا كل ما كان السمكه دي مقفوله تمام ولحمه على بعضها كده بتدي برضك جمال بفضل الله. اهم حاجه يا جماعه ما يكونش فيه ريش ابيض في السيبيا او المحاره او المغرفه تمام، بيكونش ايه في ريش ابيض تمام.
والرجل من هنا ما تكونش مخلخله. يعني ايه ما تكونش مخلخله؟ الرجل ما تكونش مخلخله يعني ما يكونش فيه ريش ابيض حوالين، تمام، نهايه ريش الرجل ده ما يكونش فيه ريش ابيض، ده اسمه خلخله، ده يعيبه برضه، تمام. وساعات يا جماعه الخلخله دي بتيجي، اللي هو الريش الابيض ده بيجي من حرق الدم. طب يعني ايه حرق دم؟ حرق الدم ده يا حبيبي اول حاجه بيجي ان الغاوي بيجيب مثلا حمام، تمام، من غاوي، بيجيب حمام طبعا تكوينه كويس، بس بيعمل ايه؟ بيبدا يجوزه لبعض. فطبعا ده ما بيعمل ايه كده في التزاوج بتاعه؟ بيزوج الاقارب وبيزوج الحمام لبعض، فبيعمل تزاوج ايه؟ تزاوج الاقارب. فتزاوج الاقارب ده ممكن انت جايب حمام مستوى قوي، في تزاوجك مع الوقت في فرخك للحمام اللي انت جايبه من عند الغاوي ده، في تزاوج الاقارب لبعض بيعمل مشكله عندك. بيعمل ايه مشكله عندك؟ انت هتفرخ منه كل حاجه، تمام. ممكن يعمل مشاكل عندك، تلاقي التكوين قل عندك. يعني انت جايب حمام تكوينه عالي في فرخك، تمام، لان انت جوزت الحمام لبعضه، الاقارب لبعضها مثلا، بدا يظهر عندك التكوين يقل. طبعا التكوين يقل بقى في عظمه بقى، في شكل دماغه، تمام، في ديله، في طوله. الحمام يقصر منك، الحمام يخلخل منك، تمام، الحمام من الاخر يمسخ منك كده. ده بسبب ايه؟ بسبب ان انت جوزت الاقارب لبعض. طب في الوقت ده انت بتعمل ايه؟ في الوقت ده لو انت جبت مثلا حمام من عند غاوي متخصص في الباب ده، وحمام غالي يعني فيه مواصفات قياسيه ونمر عاليه، وبدات تفرخ الحمام ده، بدا في الاول يجيب لك حمام مستوى كويس، وبعد كده بدات تتجوز اقارب لبعضها، الحمام مستوى اقل، بتبدا تعمل ايه؟ تبدا فورا وحاليا تعمل ايه؟ بتبدا تلجا لاي غاوي تاني بعيد عن الغاوي اللي انت اشتريت منه، تبدا تجيب دم تاني من حد تاني بيبقى شغال نفس الشغل اللي شغاله الغاوي الاولاني اللي انت اشتريت منه، وحامل صفات، تمام، وقياسيه ونمر اساسيه في الحمام اللي عنده ده، وحمام كله شبه بعضه في تكوينه. تبدا تاخد منه حته او حتتين، تعمل تغيير دم وتدخله على الحمام اللي انت فرخته. بتبص او الحمام اللي انت اشتريته من عند الغاوي الاولاني، بفضل الله الحمام بيبص في تكوينه وفي شكله وفي جماله، بيفرق معاك 360 درجه في الفرخ بعد كده. يبقى لازم تغيير الدم، تمام. في نفس الوقت برضك جواز الاقارب لبعض بيعمل برضك تشوهات، تمام، للجنين. ممكن يعمل مشاكل كتير في مراحل فرخ الحمام. فيفضل ان انت بتغير دم، وتغيير الدم طبعا انا ذكرت لك، تمام، فوائد كتيره ليه. طيب هنيجي بقى في حته رجل فرد الحمام. رجل فرد الحمام اللي هو رجله بتكون قصيره، وكف رجله بيكون، تمام، قصير. طيب يا جماعه، فرد الحمام لما بيكون رجله قصيره وكف رجله صغير، اول حاجه فرد الحمام تحس ان هو قاعد على ايه؟ على كعانه، تمام، قاعد على كعانه، تمام. تحس ان هو قاعد على كل فرد الحمام كان واطي على الارض، كل ما وتحسيت ان انت صدره ده، تمام، صدره ده لامس الارض، طبعا بيديني جمال وحلاوه اكتر. وطبعا بيبقى فيه صعوبه في فرخ الحمام اللي هو قصير على الارض، او اللي انت بتحتاج ان انت تقص ديله قوي، تمام، تقص ديله، وبتقص طبعا الخناجر بتاعته او اطراف الريش بتاعته، مع طبعا وجود هنا طبعا الحمام ده بيتميز بالريش الكثيف، الريش الكتير. بتبدا تعمل ايه؟ بتبدا طبعا تعمل قص للريش الزياده اللي حوالين المشاخ عشان يساعدك في عمليه، تمام، التلقيح، تمام، او تخصيب الذكر، تمام، للنتايه بتاعته. وفي نفس الوقت برضك سواء ذكر او نتايه بتعمل النقطه دي مهمه. زائد ان الحمام ده يا جماعه بيحتاج فيتامينات، عشان بس تبقى واضح. ممكن تجيب حمام مستوى قوي، ممكن تجيب حمام مستوى قوي جدا، بس حمام في فرخه يقل مستواه. طبعا ده بيبقى اول حاجه، بيبقى قله خدمتك، لان الحمام ده اي حمامات كل ما تولد، تمام، وفيها طول، كل ما كان فيها ريش اكتر، كل ما كانت بتحتاج فيتامينات وبتحتاج عناصر، تمام، الحمام ده بيحتاجها. سواء طبعا ان انت اول حاجه بتهتم طبعا بالكلفه الكويسه، مع نظافه طبعا نسقتك بفضل الله، مع
ان انت بتغير طبعا، بتحط تحديق اللي هي بذور طبعا الطاقه لفرد الحمام. زائد برضك ان انت طبعا بتحط طبعا في الميه دي فيتامينات واملاح معدنيه ومنشط كبد ومضاد سموم و... واسمه ده وبتدي جرعه سالمونيلا، وبتدي برضك تتخلط، بتعمل فلتره ديدان تمام للحمام. كل ده برضك بيساعد ان يكون عندك حمام تمام كويس جدا. طيب هنا فرخ الحمام ده سهل، يعني الحمام ده يقدر يزق عياله عشان نبقى واقعيين. الحمام ده يا جماعه بيتميز بالطول وبيتميز بكثافه الريش. وحماميه برضك يعني منها الشعبي تقدر تزق عيالها، بس الحمام المستوى العالي ده لما بيجي يزق عياله بيتهان تمام. يعني ايه بيتهان؟ يعني بيبدأ طبعا يهتم بالزغلولين ويقع الاب والام يقعوا في صحتهم، يا اما يقوموا زغلول ويتجاهلوا زغلول وزغلول تاني يقع، وذكر او نتايه هم اللي ايه، هم اللي يقعوا. وبيبقى بالاكتريه بتبقى نتايه هي اللي بتقع، لان النوت في الحمام ده بيبقوا حنينين اكتر. اما الحمام الشعبي طبعا، فالحمام الشعبي ده ممكن تحط ايه، تشغله ايه تحضين حمام كويس برضك، لان طبعا ما بيتميز بمواصفات ولا تكوين زي الحمام الغالي ده. فانت بتقدر تحضن الحصويتين تحت الحمام الشعبي ده. في حاجه برضك تمام لازم تاخد بالك منها، وهي ان انت عشان تبدا تعلى بمستوى فرد الحمام ده، فمش كل زي ما انت فكرك كده ان مش كل الحمام في فرخه هينتج جامد. يعني انت مثلا جبت مثلا يكن ذكر وانتايه مستواهم عالي قوي، انت ما تنتظرش ان القص ده هيرمي لك مثلا 12 زغلول كلهم اسطندر واحد او كلهم اسطمبه واحده. لا، انت بتضحك على نفسك تمام، واللي يقول لك كده بيضحك عليك. الحمام تمام بيجيب اجداده، والعرق يمد لسابع جد زي ما بيقولوا تمام. وفي نفس الوقت برضك الحمام بيجيب في فرخه بيجيب مواصفات الاب ومواصفات الام ومواصفات التكوين تمام، اللقو التكميلي اللي ناقص في الذكر بتكمله في النتايه، واللي ناقص في النتايه بتكمله في الذكر، بتلاقيه برضك في انتاجه. وبرضك بتلاقي برضك في فضل الله ممكن في انتاج الحمام ده الطفرات، والطفره دي ما بتتكررش كتير. وهنا الطفره دي لما بتظهر عندك بتحافظ عليها جدا وبتبدا تردها على حمامك. طبعا كده ايه بتزود طبعا مستوى الحمام اللي عندك في مواصفاته ونمره، زائد ان انت برضك بتكتر الطفره دي تظهر عندك. شفت بقى القصه في ايه؟ فالموضوع مش سهل زي ما انت فاكر. ومن حق الغاوي اللي بيطلب في الحمام مثلا رينج 1000 و1200 1000 ونص 2000 مثلا، حسب برضك مستوى الحمام اللي بيظهر قدامك، وانت بتقدر برضك تحكم عليه من حته معرفتك المواصفات القياسيه. فده بيسهل عليك دي جدا ان انت تعرف اللي قدامك ده بيضحك عليك ولا لا. لكن انت لو مش فاهم في المواصفات خالص ما تقدرش تمام تحط ان رينج ان القص ده او الحماميه دي غاليه ولا لا. ما انت مش عارف مواصفات، هتحكم يعني انت مش عارف مواصفات الحمامه ازاي هتعرف ان الحمامه دي سعرها غالي ولا مش غالي؟ لا، اعرف المواصفات الاول وتقدر انت من نفسك محدش يعرف يضحك عليك. هتعرف تميز تمام، وتعرف تحدد مستوى الطير اللي طالع لك او الطير اللي انت هتشتريه، سواء هو مستوى قوي ولا ضعيف، وهل السعر ده يناسب مع الفرد ولا ما يناسبش تمام. هنيجي بقى هنا برضك في حته ايه سيلفر برضك، بس انا جايب لكم ايه كل حاجه ايه علن اهو تمام. طبعا فرد حمام طبعا دي عظمها طبعا مسمسم، عظمها قصير بقوره بسم الله ما شاء الله. دي حماميه كبيره في السن شويه. دي اللون السيلفر يا جماعه او لون الطحيني، الطحينه اللي الغواب بعض الغواب بيطلقوا عليها. وطبعا هنا ده بيتسمى تخويص. شايفين ادي ريشه 2 3 وهنا ادي ريشه 2 3 4، ده اسمه تخويص، ده اسمه تخويص. طيب هنيجي بقى في حته محبس ومحبس يبقى الديل كله ابيض، وهنا ريشه زي ما انتم شايفينها كده غامقه، في الطرف الشمال والطرف اليمين بيبقى ريشه برضه غامقه، والباقي كله بيبقى ديل ابيض. ده بيتسمى ايه فرد ايه محبس. في طبعا بمحبسين ومحبسين تمام، محبسين ومحبسين برضك بيبقى ريشتين غامقين من اليمين وريشتين غامقين من الشمال. طب
يعني ايه دي القلاجه؟ دي القلاجه يا جماعه، شايف الريش الابيض ده بيبقاش موجود خالص، الريش الابيض ده مش موجود خالص، بيبقى موجود الريش الغامق ده كله في ديله. طيب ممكن نطلع منه؟ طيب نصيحه بقى تمام ليك ولازم تعرفها دلوقتي، عشان تشتري فرد حمام فيه مواصفات تمام كامله والكمال لله وحده ونمر عاليه في فرد حمام، فصعب ان انت ايه، لو انت مادياتك قليله فصعب ان انت ايه تدخل حمام ولا مستوى ايه، مستوى قوي بالماديات القليله دي. طب انا بعمل ايه عشان انا بتاع الحصاله الصغيره بتاع البريستينيا اللي على قدي؟ بفهم في المواصفات صح ابدا ادخل قماشه على قدي، بس القماشه دي ما تاخرنيش، تقدمني شويه. كل ما بتجيب ايه بقى؟ بتجيب حاجات ناقصه، نمره نمرتين بالكتير، ما تكملش على كده. يعني فرد حمام تمام، ما تجيش تعرف مني المواصفات دي كلها وتقول لي عايز فرد حمام ب 200 300 جنيه، مين هيديهولك؟ ما حدش هيديهولك. طيب انا بعمل ايه؟ بحاول اجيب الحمام اللي ناقص فيه نمره او نمرتين واشتغل عليه تمام، وابدا في فرخي بفضل الله انتج على قد ما اقدر واسيب الجامد ليا تمام، والقليل ببدا ايه ازقه بره. طب انا مش عايز اطول عليكم، يا ريت اكون قدرت افيدكم في الفيديو ده. انتظروني كل جديد ومفيد للغاوي وللغاية المصرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.